يعتقد الشيعة أن علي رضي الله عنه إمام معصوم، ثم نجده باعترافهم يزوج ابنته أم كلثوم شقيقة الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا مثبت في الكتب المعتمدة عند الشيعة، أي أن إثبات هذا الزواج مثبت عند الكليني في الكافي في الفروع المجلد السادس صفحة 115، وكذلك في تهذيب الأحكام للطوسي وكتاب الاستبصار كذلك، والكثير من الكتب المعتمدة. فإذا كان علي بن أبي طالب وهو الإمام المعصوم يزوج ابنته أم كلثوم شقيقة الحسن والحسين من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيلزم الشيعة أحد أمرين أحلاهما مر. الأول أن علي رضي الله عنه غير معصوم لأنه زوج ابنته من كافر، وهذا يناقض أساسات المذهب، بل يترتب عليه أن غيره من الأئمة غير معصومين. والأمر الثاني يستلزم أن يكون عمر رضي الله عنه مسلم قد ارتضى علي رضي الله عنه أن يصاهره، وهذا يرد على اعتقاد الشيعة من طعنهم فيه والكلام فيه ومن تكفيره، وهذان جوابان محيران.